لو متعودة تقلي البتنجان اوعدك بعد الفيديو ده مش هتفكري تقليه تاني وهتعمليه مسلوق. هقول لكم بقى على اسرار مطاعم الفول والطعمية، وازاي البتنجان يطلع معاكم كده فاتح والطعم خطير وبدقة كده تحفة. طريقة سهلة وبسيطة، ونبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الخطوات مع بعض. معايا كيلو من البتنجان، ممكن تستخدمي البتنجان الاسود او المشبح، اي نوع فيهم مفيش اي مشكلة. هنغلي بقى مية على النار ونبدأ ننزل بالبتنجان ونحط حوالي يعني معلقتين كبار او 3 معالق من الخل ونسيبهم على النار حوالي 5 دقايق. معايا هنا شطة وحوالي معلقة كبيرة من هريسة الفلفل ومعلقة كبيرة من الملح ومعلقة من الكزبرة وفصين توم، بس مش هنكتر التوم. هنحط بقى الشطة في شفشق الخلاط ومعاهم هريسة الفلفل وفصين التوم والكزبرة والملح، وننزل عليهم بكوباية مية أنا غليتها وسبتها تبرد، وبحطهم بقى في الخلاط بالشكل ده لفة واحدة بس، مش بزود الخلط كتير عشان القطع كده الفلفل تبقى واضحة في الخلطة. البتنجان كده تقريبا بعد 5 دقايق في مية السلق بنرفعه بقى. زي ما احنا شايفين البتنجانية متماسكة جدا مش مهرية، وخلطة التتبيلة كده جاهزة. هنعصر حوالي 5 ليمونات أو 6 ليمونات، كل ما تكتري الليمون بيبقى حلو جدا وبيخلي كده البتنجان فاتح. ونقلب الليمون مع التتبيلة. هنبدأ بقى نشيل القمع بتاع البتنجان زي ما احنا شايفين، ونقطعه بقى بسكينة أو بمقص زي ما احنا شايفين فاتح جدا. طبعا احنا سلقناه بالقمع بتاعه، ده فايدته ان هو بيخلي البتنجان يفضل على لونه فاتح، وكمان ما بيشربش سوائل كتير. هننزل بقى بالبتنجان في علبة تلاجة. وانا هنا سلقت حوالي 4 أو 5 قرون شطة، سبتهم كده على النار حوالي دقيقة كمان في نفس مية سلق البتنجان. وهنزل بقى بالتتبيلة التحفة دي، وهكمل مية. المية دي اللي احنا سلقنا فيها البتنجان، اغطيه كده بالمية. والاضافة دي طبعا اختياري، انا ضفت هنا قطعة بنجر انا بقطعهم مكعبات وبشيلهم في الفريزر. بصراحة بتستخدمهم فترة طويلة جدا. زي ما احنا شايفين بقى البتنجان لونه تحفة، يعني ده تقريبا بعد 10 دقايق او ربع ساعة. سبتهم شوية لحد ما قطعة البنجر ادت لون كده للتتبيلة. شوفوا لونه وردي كده والخلطة تحفة. يعني الخلطة كده يعني هتبقى أحلى كمان من بتنجان. تقدري بقى تقدميه في الفطار مع الغدا تحفة، تعملي منه كمية كده لرمضان. بجد جميل جدا، بتمنى تجربوا وصفة النهاردة. بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.